يعني هذا العقد سأتطرق يعني لبعض الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا القطاع لإقليم أزيلان. فأولا يعني سأعطي واحد معطيات عامة حول الإقليم. يعني ساكن الإقليم حاليا وصلت 590,000 نسمة. والإقليم كذلك يتكون من 2 ديال البشريات و6 دوائر و19 قيادة، 4 مقاطعات و44 جامعة كتذكير فقط راه كلشي على هذا الشيء. دونك بالنسبة للتبدل على 18.17%، يعني نسبة قليلة مقارنة مع الجهة والرسائل الوطني. المساحة ديال الإقليم 10,000 كيلومتر مربع. وكما تعلمون فالإقليم يعتبر يعني خزان مائي، حيث كيحتوي على أحواض مائية مهمة، وكذلك 3 سدود اللي هما سد الودان، سد الحسن الأول وسد بني يوسف، واللي كتمكن من سقي يعني تقريبا أكثر من 250,000 هكتار، وكذلك اللي كيمكن من التزويد يعني عدة مدن بالماء ساحل الشرب كالدار البيضاء، مراكش وقلعة السامرة، وكذلك المدن ديال الجهة. بالنسبة للإقليم ديالنا يعني هناك عدة يعني جهودات اللي تبذلت من طرف يعني جميع المتدخلين اللي كيدخلوا في هذا القطاع، اللي منهم الجهة، المجلس الإقليمي، مجموعة الجامعات، وكذلك المديرية العامة ديال الجامعة الترابية، يعني اللي من خلال يعني هذه الجهودات تم إنجاز أكثر من 300 مشروع تكلفة تناهز 664 مليون درهم، اللي مكنات حاليا أنهم وصلوا واحد النسبة ديال الماء ساحل الشرب ديال 86%. ولكن مؤخرا يعني بتوالي سنوات الجفاف كما تعلمون يعني فالإقليم ديالنا هو راه تضرر بهذه الظاهرة هذه، وبالتالي يعني هناك عدة إجراءات يتم الاتخاذ ديالها يعني الإقليم باش أنه نحدوا من هذه الظاهرة. فغير كتذكير يعني بالنسبة الحالة راهي للتزويد بالماء ساحل الشرب، فهناك يعني في الوطني الماء ساحل الشرب يعني تقريبا كيجيب واحد 130% تقريبا ديال الساكنة. وبالنسبة للماء يعني الدور والساكنة المزودة من طرف الجمعيات والجامعات فتقريبا 33%، وعندنا تقريبا واحد نسبة قليلة اللي كنزودوها بالشاحنات الصهريجية اللي تقريبا 0.58%، اللي هي الأماكن المتضررة اللي تضررت بهذه الدائرة ديال الجفاف. كما قلت سابقا فيعني الإجراءات اللي اتخذت أنه خلال السنوات الأخيرة فتم إنجاز عدة مشاريع باش يعني تهمم يعني تزويد الماء ساحل الشرب في الإقليم ديالنا، حيث تم إنجاز أكثر من 300 مشروع واحد الكلفة ديال 664 مليون درهم. وهذه المشاريع هذو اللي كتخص خصوصا يعني الحفر والتركيب على المياه الجوفية، وكذلك إحداث ممرات جديدة وتوسيع الممرات المائية اللي كاينة، وكذلك لهمات كذلك يعني تقوية الإنتاج وتقوية التوزيع في جميع مناطق الإقليم. هذو النسب ديال يعني الإنجاز في هذه المشاريع هذو، يعني حصة كبيرة في هذا المبلغ غادي يعود من الوطن لماء ساحل الشرب، أن هذه المنطقة هذه تخص خصوصا التقوية ديال التدوين بالماء ساحل الشرب في الإقليم. والجنسية الإقليمية 20%، جهة الإملاك والفرار 14%، إقليم أزيلان من خلال المبادرات الرئاسية 13%، وكذلك المبادرة البشرية و1% من المواد الجماعية.
سيرتيفيكات فقط. ف يعني نسبة المال بالنسبة للحول المائي كان تقريبا لا تتجاوز 34%، حيث بالميزان دابا تقريبا وصل على 15% نسبة المال ديالو، والحسن الأول 17.53%، ونايلوس 33.35%، والمسيرة 1.6%. السيد المدير يطرح التفصيل لهذه الوضعيات هذه. والإكراه اللي عندنا حاليا كما تعرفون جميعا يعني بعد توالي سنوات الجبل مؤخرا فهناك تراجع في الفرصة المالية في بعض الأماكن لإحداث يعني موضوع أحلامي ديال العيون المائية وكذلك الآبار مما نجعلوا أنه كتوصل بزاف ديال الطلبات من طرف الجمعيات ومن طرف الجامعات باش نحقق الآباء وتحقيق الآبار. وكذلك كاين واحد الإشكال اللي هو تسيير الأمور المالية من طرف بعض الجمعيات اللي لأنه يعني كتجاري من الفاتورة غالية بزاف وكتطلب لهم باش يتم تجهيز المنظومة المالية بالطاقة الشمسية باش نخفض لهم ديك التكلفة ديال التسيير. وكاين مشكل كبير ثاني اللي كنتوصلوا به من طرف الجامعات والجمعيات هو التهالك وتلاشي شبكة الماء الصالح للشرب. هذا من الإكراهات اللي عندنا أنه بزاف ديال الجمعيات تيطلبوا القانون التابع باش أنهم يجدوا من الشبكة المائية واللي خصنا اللي نعطيو واحد الأهمية كبيرة باش نحدوا من ضياع الماء الصالح للشرب. من الإجراءات التنموية اللي يتم الاتخاذ ديالها هو كما ذكر السلام في الكلمة ديالو هو أنه كاين البرنامج الوطني اللي يدعو صاحب الجلالة على مستوى الله ديال تزود الماء الصالح للشرب والصحي الصحي الوطني 2020 وحنا داخلين البرنامج ديالنا حنايا في الإقليم في 2022 2024 حاليا، وإن شاء الله في هذه السنة غيكون التحديد ديال يعني البرنامج ديال 2024 2027. وهذا البرنامج يعني كيخص تجهيز الروابط الفردية في بزاف ديال المراكز الجامعات الثانيات التقليدية في الجامعة والإحسان بزو تندرسي كذلك في التلفزة، وكذلك هناك تابعة كذلك هناك يعني تجهيز سقايات ما يمنع الزرقين هو في التابعة 19 جامعة الإقليم. يعني المجموعة كان المجموعة ديال التكلفة ديال هذه المشاريع كاملين هي 41 مليون درهم. ذلك هناك يعني واحد البرنامج مع الجهة 2020 تم المساهمة في طرف الجهات واحد 29 مليون درهم اللي هو فطور الإنجاز اللي هو غادي يمكننا إن شاء الله باش نتجاوزوا شيئا الإكراهات اللي عندنا. كذلك عندنا واحد اتفاقية شراكة ديال تجهيز المنظومة المائية للطاقة الشمسية اللي هي فطور التوقيع على صعيد الوزارة الداخلية اللي كتهم تجهيز المنظومة المائية للطاقة الشمسية بواحد ديال 20 مليون درهم. وكذلك واحد اتفاقية الشراكة اللي تم العقد ديالها يعني بتضافر الجهود ما بين المدير العام للجامعة الترابية جهاز من الخطاب الموسيقية ومجموعة الجامعات اللي التكلفة ديالها 100 مليون درهم اللي حاليا توجد قيد التوقيع من طرف يعني الأطراف المتعاقدة 100 مليون درهم. بالنسبة يعني هناك كذلك واحد الشق من البرنامج الوطني ديال المسار المستقبل ديال تحلية السدود، ولكن ديالنا غيستافد واحد جوج سدود في هذه الفترة الأولى ديال 2023 اللي كتهم سدين سدتاني فتانات واحد كيلو 17 مليون درهم 15 مليون درهم، وكاين سد في بني عياط واحد كيلو ديال 19.8 مليون درهم. وبالنسبه للسد ديال الثاني راه استغل اشهر الناس غادي يمشيو اشهر قريبا. وبالنسبه للسد ديال العياط راه الدراسات جاريه وان شاء الله غيتم الاعلان عن الاشهر قريبا ان شاء الله. هذا واحد الشق بالنسبه للاشهر يعني المشاريع المبرمجه باش يعني نحدوا هذا او نقصوا من تداعيات الظاهره ديال
الجفاف. وكاين كذلك بعض الإجراءات اللي جات فيها الدورية ديال السياسة الداخلية اللي يطرق لها السيد عن الكلمة ديالو واللي كتهم يعني بعض الإجراءات اللي غادي تساهم باش نحدوا يعني التهديد والترشيد ديال وغادي تمكن الترشيد ديال استهلاك الماء صالح للشرب. نظرا لخصائص القوائم المائية اللازمة عن كلا تستخدم بهدف تزويد السكن الماء صالح للشرب وترشيد استعمال قد تقرر تقليل استعمال المواد المائية واتخاذ مجموعة تدابير الاقتصاد في الماء. أولا القيام بحملات تأسيسية واسعة النطاق خاصة ترشيد استهلاك الماء وحماية المواد المائية وهدف تقليل الاستهلاك. تطبيق تقييدات ضرورية على صرف الماء صالح للشرب في شبكات التوزيع مع مراعاة جودة الخدمات المطلوبة. منع استعمال الماء صالح للشرب في غسل السيارات والشحن والآليات وغيرها مع حث المهنيين على استعمال بدائل وطرق أخرى تساهم في اقتصاد الماء. غسل الشوارع والساحات والعزل باقي الفضاءات العمومية بمياه صالحة للشرب. منع سقي الملاعب والمساحة الخضراء العمومية والخصوصية للمياه التقليدية المياه صالحة للشرب السطحية والجوفية. يمنع المسامح العمومية والخاصة بالمياه الصالحة للشرب أكثر من مرة واحدة في السنة مع إلزامية تجهيز هذه المسامح ومنظومات تدوير المياه. يمنع السحب غير قانوني المياه على مستوى آبار المياه وينابيع المياه وشبكة المياه وقنوات الري وشبكة توزيع الماء صالح للشرب. يعهد إلى لجنة إقليمية للماء واستعمال المحلي احترام قانون هذا القرار تجتمع هذه اللجنة كل ما ادعى الضرورة إلى ذلك وحدد رئيس وثالث اجتماعاتها وجدول أعمالها. يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية التنسيق مع مكتب وثائق الهواء والماء صالح للشرب. قطاع الماء المفوض الهاتف للعمل على ترشيد سائل الماء وصيانة شبكة الماء مع جميع التصرفات داخل مقراتها والملحقات التابعة لها مع تصدير برنامج عمل الرغم من نجاح استعمال الماء والعمل على تأمين وتركيب الأجهزة المتصلة بالمياه. يقول مكتب وثائق الهواء والماء صالح للشرب لتعمل بقولها تدبير القطاع والسلطات المحلية بحملات توعوية بفائدة المواطنين بتحسيسهم بأهمية ترشيد استعمال الماء عبر مختلف وسائل التوعية والتحسين. يعد بتنفيذ هذا القرار للسلطات المحلية والمصالح الأمنية والجماعات الترابية ووكالة حوض الماء والربيع كل حسب اختصاصاتهم. يبدأ سائل فعول هذا القرار العام ابتداء من تاريخ توقيعه وتنفيذ القرار العام من غير تحسين المشكلات. شكرا للاستئذان. شكرا لحضوركم.